البجاجي، وهو عراقي أيضا، وسبق أن اختاره نديم البجاجي لهذا المنصب، قدم استقالته وحاول الفرار بجلده، لكنهم رفضوا ذلك وتم قبولها بعد عام. الدكتور محمود الحمركروها. لو أن السماء تكتب بسحبها فوق المدن أسماء من بناها، لوجدت سحب أبو ظبي قد كتبت اسما واحدا: محمود الحمركروها لا غير. هو الاسم الذي سبق وأن مر معنا حين ورد ضمن المشادة ما بين الشيخ زايد والشيخ راشد، حين سأل الأخير عما إذا كانت السياسة النفطية في يد محمود الحمركروها. أثناء انعقاد القمة العربية في الرباط في العام 74 900 وألف، انكسر الشيخ زايد لهواري بومدين رئيس الجزائر، حيث بين له كيف ينهب نفطه حتى العظم، وأنه لم يعد يحتمل أكثر من هذا. كما كشف له أن السعودية بدأت تعامله معاملة العبد التابع بالذات في قضايا النفط، ورجاه بحرارة أن يختار له من الجزائر من يثق به ليدير ملف نفطه، على أن يكون مسلحا بقوة الحكومة الجزائرية حتى يحمي نفسه على الأقل من السعوديين. فاختار له في الحال الدكتور محمود الحمركروها، ولا أدري كيف فرط بهذه الدرة وقذفها بين هؤلاء الوحوش، لكنها النخوة العنطرية العربية. فمن هو هذا الرجل؟ هو دكتور مهندس جزائري يحمل دكتوراه اقتصاد من جامعة السوربون الفرنسية، مع دراسات عديدة تتعلق بالنفط في غاية الذكاء. ويمكن القول بكل أريحية أنه منذ بداية عصر النفط وحتى يومنا هذا لم تتكرر شخصيته العبقرية في مجال النفط في العالم العربي على الإطلاق. التحق عن عمر 26 عاما بشركة النفط الجزائرية سوناتراك، ليتم تعيينه بعد فترة وجيز مديرا لدائرة الغاز. ولما رأوا النجاح الذي حققه، اتخذ مدير الشركة أحمد سيد غزالي قرارا بتعيينه كل فترة بإدارة إحدى دوائر الشركة، حتى انتهى بدائرة التخطيط ليترك الشركة ككل، وقد تحولت إلى إحدى أرفع الشركات في العالم. بعدها التحق بالخط الرابط ما بينها وبين منظمة أوبك. كان هذا العبقري وهو الذي منحه هواري بومدين للشيخ زايد، وحتى لا نبالغ لم يمنح بهذه السهولة التي قد يعتقدها البعض، فثمة شروط وضعت على الشيخ زايد كحمايته مثلا من البيروقراطية، أو كما يطلق عليها دائرة أو شلة الشيخ زايد، كما أرسل كمعار من شركة النفط الجزائرية حسب تقرير من المخابرات الأمريكية. تم منحه حماية رفيعة شاملة من قبل الحكومة الجزائرية. لذلك حين التحق بعمله في أبو ظبي لم يوضع كمسؤول، ظل كما يجري عادة في أكثر دول الخليج، بل إنه وضع رسميا في الواجهة. لكن هذا لم يستمر، فبعد وفاة هواري بومدين في عام 78 900 وألف تغير كل شيء. حين بدأ العمل وجد كوارث لا تنتهي، أولها شركة نفط أبو ظبي الوطنية التي وجدها كدكان مهرب، فتح دكانه ليغسل الأموال من خلاله، وسرعان ما ركلها وأسس شركة بنفس الاسم هي المعروفة حاليا بشركة أدنوك، وجعل منها أشبه ما تكون بشركة النفط الجزائرية، زودها بخبراء من الجزائر وفلسطين، كما رفدها بظبيانيين من أبناء البلد ودربهم ليتمكنوا فيما بعد من إدارة مؤسساتهم. أدخل عليها أقساما جديدة، بحيث هم من ينقبون عن النفط، وهم من يحفرون عليه ويستخرجونه، وهم من يقومون بالتكرير. المصانع الكيميائية في الرويس جلها أسست من قبله أو على أساس مخططاته. لأول مرة عرفوا من خلاله أنواع نفطهم وقيمته الحقيقية في السوق، والذي يختلف عن نفط الدول المجاورة. شبكة أنابيب مدها بطريقة علمية، ومكن الشركة لأول مرة من أن تمتلك ناقلاتها دون الاعتماد على الشركات الأجنبية. وجد صفقات غاية في الغباء مع العديد من الدول الأوروبية، بصم عليها بلهاء آل نهيان وخواياهم وهم فاغرو الأفواه، ففتش عن انتهاكات قانونية فيها وألغاها على الفور. العديد من الصفقات الموقعة مع فرنسا ألغيت وحولها للسوق الحرة وأسواق المضاربة. اتهم حينها بمعاداة الفرنسيين والبريطانيين فيما بعد لمدة 2 كاملتين، وشركة يابانية تفاوضه على صفقة غاز طويلة الأمد. قال لهم ذلك العهد ولا، حتى اضطروا للتوقيع أخيرا وحسب شروطه. صدم الشيخ زايد مما جرى، مئات المليارات من الدولارات فجأة بدأت تنهال عليه، فقط بعد قلب السياسة التي كانت قائمة.
وبعد ذلك اتجه للإنجليز فرفع حصة أبو ظبي من عوائد النفط وحتى المكتشف والمستخرج من قبل شركات بريطانية، فلم يكن رجل نفط فقط بل كان قانونيا بامتياز، كما استطاع قدر الإمكان شراء ما يستطيع من أسهم الشركات النفطية العالمية ليمكن القوم من امتلاك نفطهم بأنفسهم. إن كل هذه الثروات وبهذا الحجم التي تقلب فيها زايد وأولاده في نعيمها حتى يومنا هذا لم تكن بهذا الاتساع الرهيب لولا جهود هذا الرجل وقراراته وخططه. وتكفي أدناك في عام 1981 أرسلت شركة البترول البريطانية في أبو ظبي تقريرا سريا للحكومة البريطانية تبشرها بأن الدكتور الحمر كروها قد يرحل لبلده على أول طائرة. العجيب أنهم وضعوا هذه الشكوك بسبب قرارات اتخذها الحمر كروها نفسه كتقسيم شركة أدنوك إلى 3 أقسام ورفضها بمزيد من الشخصيات الظبيانية كان يجري تدريبهم حتى يديروا أمورهم بأنفسهم، فكان يعلم أنه لن يدوم لهم. لكن التقرير حذر من أنه شخصية ليس من السهل أن يلعب أي أحد معها مهما بلغت سطوته. لكن بعد 6 سنوات من هذا التقرير يبدو أنه أعاق بعض مشاريع بنك الاعتماد والتجارة، فكانت نهايته. على مدى 13 عاما وهو يخدمهم بكل إخلاص، كان كل همه أن لا يسرق الغريب نفط العرب. أما هم ماذا يفعلون بهذا المال؟ فلم يكن ضمن اختصاصه وليس من شأنه. في العام 1987 وبعد عودة الشيخ زايد من رحلة صيد في الباكستان كان الدكتور محمود الحمر كروها على رأس مستقبليه، لكن زايد من على سلم الطائرة أشاح بعصاه في وجهه، مما يعني أنه لا داعي لاستقبالك. كانت هناك ثمة كمية شحن ضده غير معقولة. البعض يعتقد أن شلة الشيخ زايد هم من شحنوه، لكن متى أصلا توقف شحن الشلة ضده؟ أولهم كان مانع سعيد العتيبة صديق الشيخ زايد المقرب ووزير نفطه، والذي كان يحقد على الحمر كروها لأسباب لا حصر لها. فزايد قد يستمع لهم في كل شيء إلا حين يتحدثون عن هذا الرجل، لقد قدم له ما لم يكن في خياله. إذن من شحنه؟ حتما لم يكن سوى آغا حسن عابدي رئيس بنكه بنك الاعتماد والتجارة، والذي دوما ما يلتقيه أثناء رحلات التخييم في الباكستان، فهو صاحبة السطوة على زايد. ويكفي أن من استلم إدارة شركة أدنوك بعد الدكتور محمود الحمر كروها مباشرة لم يكن سوى سهيل فارس المزروعي، والذي كان يعمل مع بنك الاعتماد والتجارة في نفس الوقت ويمتلك مئات الآلاف من الأسهم فيه من خلال فرع لوكسمبورغ. وبعد انكشاف فضيحة البنك وانهياره في العام 1991 كان المزروعي من أوائل المطلوبين دوليا للقضاء على خلفية ارتكابه عملية احتيال بالاشتراك مع غيث فرعون، ولا أعلم هل لا زال مطلوبا بعد أن أصبح الانتربول إماراتيا. ثم لا يوجد أسرع من الشيخ زايد في إيذاء أي شخص ما خدعه أو حاول الغدر به. ربما كانت لديه متعة سادية في مثل هذه الأمور، فلماذا رفض مقابلة الدكتور محمود الحمر كروها على مدى 2 شهرين حين كان الحمر كروها يحاول جاهدا أن يلتقي به ليفهم منه السبب، وإن كان قد اتهم من أحدهم حتى يدافع عن نفسه؟ لماذا لم يواجهه؟ لأن الشيخ زايد فعلا لا يملك شيئا ضده، فلم يرتكب خلال سنوات عمله ما يشينه قط، ويكفيه أنه قام بتأجيل إنتاج جزء من حقل زاكوما العلوي لمدة 2 بسبب عيب بسيط في النفط عادة ما يختفي بعد فترة من الزمن، وهو من العيوب التي عادة لا تلتفت إليها الشركات الكبرى، لكنه رفض أن يحمل أي وزر مهما صغر من خلال عمله. كل الذين حول الشيخ زايد لم يجرؤ أحدهم على مدى سنين طويلة أن يضع عينيه في عين هذا العملاق، حتى إن أكثرهم جبروتا وهو طحنون بن محمد آل نهيان الذي توفي مؤخرا كان أشبه بالتابع المنكسر له حتى يتمكن من تعلم أسرار عبقريته. لكن الآن بعد أن تخلى عنه الشيخ زايد بعد كل الذي فعله من أجله بدأوا يطلقون السهام عليه كالأسد الجريح، وكان أشدهم إيلاما عليه طحنون، ربما ليعوض حالة النقص التي لطالما شعر بها أمامه. على مدى 2 شهرين وهو يتلقى سهامهم حتى أصيب بجلطة دماغية أدت إلى شلاله نصفيا، نقل إلى سويسرا وحرم حتى من الحصول على ممتلكاته
وظل قاعدا صابرا. في عام 1997 توفي ابنه الوحيد في حادث سير، والله أعلم بخلفية هذا الحادث أيضا، فلم يحتمل هذا العملاق ليلقى وجه ربه شاكيا. أعظم قصة نكران جميل ربما في التاريخ العربي. لقد حيرني هذا السؤال، إذا كان هذا ما فعلوه بشخص كهذا والذي أخرجهم من الحضيض، فما مصير من هم دونه؟ الجواب: إذا كان أحدهم يأكل لحم أخيه الذي ولدته أمه من أجل جلد بعير، فأي اعتبار لديه لبقية البشر؟